في البداية فؤاد الهاشم وصفاء الهاشم لا يمثلوا إلا أنفسهم، زيهم زي أي قلة في أي بلد. شعب الكويت ناس محترمة وناس أصيلة. تخيل يا عزيزي الكلب المصري اللي قدامك ده لما ياكل من إيدك مرة واحدة بيكون أصيل ووفي وحافظ للجميل. لكن الحيوان اللي أكل من مصر على مدار سنين وسنين استحالة يوصل لوصفه بكلب. عارفين ليه؟ لأن الكلب الحقيقي مش بينهش الشخص ولا بيعض الإيد اللي اتمدت له. الراحل فؤاد نجم أحسن واحد وصف العبث اللي بيحصل وقال: اللي خانوا العهد بينا واستباحوا كل حاجة واستهانوا بالعروبة واستكانوا للخواجة مستحيل يكونوا منا. احنا حاجة وهم حاجة. هم باعوا الجلابية والوطن والبندقية واحنا أصحاب القضية. الكويت عمرها ما كانت فؤاد الهاشم ولا صفاء الهاشم. الخلاف السياسي بين الدول وارد، لكن اللي كتبه هذا الكائن لا ينتمي لأدبيات الخلاف السياسي، لكن ينتمي لردح الحواري من ولاد الجواري. وأصل الحكاية شوية جاموس بتدفع عشان أمان بالفلوس، توطي وتركع وتحلب وترضع وتملى الكروش عشان تراضي التيوس، وأول ما تفضى كروش الجاموس يدوس عليهم جناب التيوس. عشت يا مصر قلعة الصقور والأسود، يا كعبة المجد والخلود، يا جبهة الشمس للوجود. وفي النهاية عاش المصريين الأصلاء والكويتيين الشرفاء الذين لا ينتمي لهم كلب إلا ربع.